كنت عايز اغير جو في رمضان، فطلعت على فندق من افخم فنادق القاهره، افطر واتسحر في الاوبن بوفيه واسهر سهرات رمضانيه والعب كوره وبادل واروح الجيم واقعد في الجاكوزي وانط في البول. هقول لكم رحت فين وعملت ايه ودفعت كام، كل التفاصيل من الاول خالص. طلعت على فندق ذا جارد في شيراتون المطار. ما كنتش فاهم ليه حاطين علم الصين جنب علم مصر، بس بعد كده فهمت. هما بيصوروا فيلم الجيكشان هنا ولا ايه؟ ورحت احجز. انا حجزت اقامه فطار وسحور عشان عندهم اوبن بوفيه، وبيديك كارت كده تعمل بيه كل حاجه، تشغل بيه الاسانسير، تفتح بيه الاوضه، تشغل بيه الكهرباء. المهم شغلنا بيه الاسانسير. وقفت مؤدب عشان الاسانسير فيه كاميرات. ووصلت الاوضه. ايه الوز ده؟ وحد قال لهم ان انا عريس جديد؟ الاوضه جميله وفيها كل حاجه، وعندهم دولاب ممكن تنام فيه او تخبي على شيء. اوه ده منتجع سياحي. وطلعت اجري عشان ما كانش فاضل كتير على المغرب، عايز الحق الاوبن بوفيه من اوله. ولقيت هناك كل ما لذ وطاب من شرب ومخبوزات وسلطات وطواجن وملوخيه وفته وزفر بقى، لحمه فراخ، غير الحلويات والعصير. وعملت اطباق فيها كل حاجه، خدت من كل حاجه حاجه. لما نخلص بقى نبقى نيجي تاني. واتمشيت في الفندق عشان اهضم، وقلت اشوف في ايه بيتعمل هنا. لقيت ناس بتلعب بدل، قلت ادخل العب معاهم. مساء الانوار، الكرة دي بتاعت مين؟ سوري يا جماعة، بسخن بس بسخن. بص الحركة دي. امال لو اشتعلبت هيعملوا ايه؟ وكنت انط في البول، بس اكتشفت ان مش معايا مايو. ورحت ملاعب الكوره، لقيتهم عاملين بطوله هناك. لو سمحت انا ابني جوه. ياسر عامل معاك ايه؟ تمام؟ خلاص. كوبري لبسك كوبري. الله الله الله. وقابلت الكابتن احمد شكري والكابتن مانجا. مفيش ناشئ كده ولا كده ان اعاره ولا اي حاجه؟ ظبطوني بالله عليك، عايز حاجه من على وش الملعب. امال ايه ده؟ الله لا لا لا، هو ده، هو ابو اورنج ده، بالله عليك احجزهولي. وكمان في جيم وسبا. كل اخبار عندكم حديد؟ اديني الباب ب 10. وشلت حديد وشلت بني ادمين واتشلت من بني ادمين. انتوا هنا بترفعوا حديد وبني ادمين؟ حبيبي يا كوتش. ودخلت الساونا. في حريقه ولا ايه؟ وخرجت. وبعد ما خلصت رحت اتسحر في مطعم الفندق، من عصاير وشاي وقهوه وعيش وجبن ولانشون وبيض ومقليات وماش بوتيتو وسوسج، وطبعا الفول والطعميه وزبادي وفواكه. وتجربه السحور عندهم لذيذه، من الفول اللي بتعمله بنفسك من القدره لحد فرنه العيش، وتجربه البيض الاومليت اللي بيتعمل قدامك. وطبعا خدنا من كل حاجه حاجه. وعملت الفول بنفسي على ذوقي، وطلبت اومليت واتعمل قدامي. وكانت تجربه سحور لذيذه، وكل الحاجات دي كانت جوه فندق ذا جارد. طب لو عايز تاخد التجربه دي من غير ما تكون مقيم في الفندق، عندهم مطعم بلو بالم فيه فطار وسحور وسهرات رمضانيه ولا اروع، جنب الفندق من بره، ومفتوح للزوار في اي وقت، والدخول من غير تذاكر او حد يقول لك رايح فين وجاي منين. قمت الصبح لبست واتشيكت الفطار، وطلبت صينيه نيفرتيتي. نيفرتيتي كانت بتاكل كل ده؟ فيها كل اللي بحلم بيه ومش اللي بحلم بيه، غير الطواجن والسلطات. وبدات الاجواء من اول الفطار. هو ده هو ده، ايوه ده عرق سوس. قلت لي. تسلم ايدك يا باشا. عرق سوس يا عم، ده ممكن لو شربت يغمى عليا. وبعد ما اكلت طلعت بره عشان نبتدي السهر، والاجواء يا اخي بالله عليك كيف تفكر. وابتدينا بالتنوره، ودخلوا علينا بالشاي والحلو. الو السلام عليكم، كل سنه وانتم طيبين. اهلا بكم في زجاج، تحديدا في بلو بالم. ولعبت مع الناس وعملت لهم مسابقات وكسبناهم جوائز. ميسي تعالي لي. سقفه كبيره. اسمك ايه؟ ايه؟ مريم. سقفه كبيره لمريم. تعالي لي في الانتريه. ابو الهول كوشا كسب معانا صينيه ابو الهول. وكمان عندهم كنافه على الفحم. السلام عليكم. عايزين واحده كنافه على الفحم بالله عليك، بس توصى بالفحم. والله يا ابو علاء عايزاك تدلعني. ونسيت اقول لكم ان المطعم فيه سحور كمان، سيت منيو فيه كل ما لذ وطاب، الفول والطعميه والفرايز والبيض المسلوق والاومليت والجبن واللانشون والخضار والمربى والزبادي، والعيش بيتخبز طازه عندهم. واستكمالا للاجواء عندهم عربيه فول وعربيه فشار وبطاطا وترمس وحمص وكل حاجه. وبس كده.